حديثنا اليوم الثنائي وأنا بهالمسجد لعلنا نتذكر أنه وإياكم. هذا حديث مهم جدا وفيه باب للجنة غافلين عنه. يقول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه الأربعة وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. الناس صادة عنها، عمل يسير قليل. وأنا أسأل الآن وأسألك أخي الكريم، هل أنت تعمله ولا لا؟ شوف، إذا ما كنت تعمله طبقه من اليوم، احفظه وطبقه، ترى يسير، لأن باب من أبواب الجنة ودخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح في دبر كل صلاة 10. إذا سلمت سبح 10 مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات. زين. قال: وتحمد 10، الحمد لله الحمد لله، وتكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. شلون 50 و100؟ هذه 30، 10 اضربها في 5 اليوم الصلوات تطلع 150. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. ثقل في الميزان. ثم قال: ويكبر 34. إذا أخذ مضجعه، إذا جيت حاط رويسك تنوم، سبح كم؟ تكبر 34 تكبيرة، الله أكبر الله أكبر، وتحمد 33 وتسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. والله وينه إذا قبل ما أنوم أقولها التسبيح والتكبير والتحميد، وبعد الصلاة 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث. وش قال: هما يسير ومن يعمل بهما قليل. الله يجعلنا من القليل اللي يعمل به يا رب العالمين.